مفيش أكتر شهرة ونجومية من شيخ الإسلام العالمي الدكتور حسن الترابي. مؤلفاته في كل مكان، مفيش معرض ولا مؤتمر ولا حاجة خاصة بشباب الجامعات إلا وطلاب الحركات الإسلامية كلهم بيعرضوا مؤلفات الداعية الإسلامي العالمي الدكتور حسن الترابي اللي هو رئيس الحركة الإسلامية في السودان، وطلعوه السماء، حطوه في منزله ومكانه انه يصلح لانه يكون خليفة المسلمين وانه يكون رئيس الحركة الإسلامية العالمية. حسن الترابي، اذا احنا قلنا مين دلوقتي سبب ما يجري في السودان، اذا اخترنا شخص واحد نقول ان هذا الشخص هو وراء خراب السودان، فإن هذا الخراب يعود إلى حسن الترابي. حان الوقت إن على الأقل أن نحاسب هذا الرجل، نجيب كتبه ومؤلفاته وخطبه اللي صدعنا بيها ومؤتمراته اللي زهقنا بيها ومقالاته اللي قرفنا بيها سنوات طويلة جدا، اللي بيكلمنا فيها ويضلل ويغرر بالشباب العربي المسلم في كل مكان، مستغل الفطرة الإيمانية عند العرب والمسلمين في نلعب بمشاعر الجميع ويوهمهم بثورة إسلامية وحركة إسلامية عالمية. دلوقتي احنا شايفين النتيجة، خراب السودان. كان حسن الترابي بيقول إن السودان هتكون مركز لحكم كل العالم الإسلامي. كان بيقول إن من الخرطوم هتبقى الحركة الإسلامية العالمية، من جاكرتا في أندونيسيا للدار البيضاء في المغرب. وكان بيقول وبناء على ذلك دعا لتطبيق الشريعة الإسلامية بالطريقة اللي شافها حسن الترابي. ورغم إن فيه مشكلة تخص الجنوب وتخص أقوام وجنسيات وأديان أخرى، كان ينبغي أن يكون في حكمة وتعقل حتى لا ينفرط عقد السودان، إلا أن التطرف الفكري اللي كان بيقوده ما اداش فرصة للتأمل ولا للوقفة ولا للحذر. دلوقتي كل الخراب الذي زرعه وقد كان خرابا مبهرا دلوقتي احنا بنشربه في السودان، قايم لسه يفوق بعد الهنا بسنة، بعد خراب مالطا زي بيقولوا، لسه فايق دلوقتي وبيقول ان احنا غلطنا في اللي احنا قلناه، وغلطنا في اللي احنا خططناه، وغلطنا في اللي احنا دعينا اليه. لسه دلوقتي قايم سيادته يفوق من النوم العميق بعد خراب السودان ويقول ان احنا السبب في انقسام السودان لشمال وجنوب، وبيقول ان السودان في الجنوب سيستقل، وإن كمان دارفور ستستقل. دلوقتي ممكن نحاسب مين؟ هل يكفي أن يقول أنا غلطان عشان نسكت؟ هل أي حد يطلع بأي أفكار مجنونة أو بلهاء يخرب فيها مستقبل هذا الوطن ومستقبل هذه الأمة ويلعب بكل الشباب وكل الناس ويرفع راية الإسلام ويرفع المصحف عشان كل الناس تجري وراء هذه الراية العظيمة ووراء هذا الكتاب المجيد، وبعدين في النهاية لقوا نفسهم بيشربوا كارثة تلو الأخرى؟ لا السودان حكم العالم، ولا السودان عارف يحكم نفسه، ولا بقى فيه خلافة من جاكرتا للدار البيضاء، ولا حتى عندنا دولة واحدة تشمل سودان واحد. احنا قدام مأساة ربما تنتهي ل4 سودان، إلى سودان في الشمال، وسودان في الجنوب، وسودان في الشرق، وسودان في الغرب. الراجل كان بيكلمنا عن الخلافة الراشدة التي تشمل جميع المسلمين شرقا وغربا. الراجل اللي كلمنا عن الأممية الإسلامية دلوقتي يبشرنا إن عندنا 3 أو 4 سودان في بلد مسلم كان واحدا ولا يزال إلى اليوم. من يحاسب حسن الترابي؟ أقل حاجة بقول لكل شباب الجامعات وكل الأجيال الجديدة، مش كل يقف ويخطب يبقى كلامه مظبوط، ومش كل بني آدم يرفع المصحف الشريف بيمينه يبقى هو صادق فيما يقول، ومش كل واحد يقول راية الإسلام والوحدة الإسلامية هو مخلص لما يروي، ومش كل بني آدم يستغل مشاعرنا العظيمة والنبيلة تجاه ديننا الحنيف وعروبتنا الأصيلة
نمشي وراه واحنا مغمضين زي القطط، لأن في النهاية بنلاقي المأساة اللي احنا فيها دلوقتي. ويجي في الآخر نفس الراجل اللي ضلل وخرب ودمر وقعد على تلها بيقول من فوق تل الخراب: والله يا جماعة أنا كنت غلطان زمان. من يحاسب الترابي الآن؟ حسابه عند الله. يا حسن الترابي نشكوك إلى الله.